أمثال سودانية مليئة بالطاقات السالبة جاتنا من وين؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة كلامنا عن الأمثال السودانية السالبة اللي ما بتحضك على العمل وبل بتشجعك على التبطل والنوم، والأمثال دي أفرزت لنا الجيل كسول ما بيشتغل أو بينوم في مرحلة من مراحل الدولة السنارية. الأمثال دي بتنسب للدبزهانة. إذا عرفوا الدبزهانة اللي هو حمد المنسدح. حمد المنسدح شخصية عاشت في الدولة السنارية، رجل كان وسيم بدين كسول. من صفاته تاني إنه سميع، أي حاجة يقولها له بصدقها. غني جدا جدا، ورث الأنعام وورث الأموال من أبوه اللي هو أبو زهانة ومن جدته لأمه، ودعا بعدها للتبطل وترك العمل. وفي سلطنة السنار طبعا كان العمل في الزراعة عيب والعمل في الصناعة عيب، وكان العمل المشهور هو الرعي وقطع الطريق اللي هو نحن بنسميه الهنبتة. الهنباتي يعني قاطع الطريق. والدبزهانة الشخصية الكسولة دي تنسب له كثير من الأغوال والأمثال السودانية المحبطة للهمم اللي ما بتخلي الإنسان ينتج ويشتغل. قالوا الدبزهانة كان بيصحى الصباح متأخر من النوم، بيشرب له 7 فناجين قهوة وبجر الهبابي بتاعه، الهبابي العنقريب الصغير، بيجره على ظل الضحى وبيرقد. وهنا بقول مقولة، بيقول لك ظل الضحى بطول العمر. ظل الضحى بطول العمر، يعني انت لما تنوم في ظل الضحى بتطول عمرك. بعد ذاك بياخذ له نومه، بيصحى بيفطر، لما نفطر بيرجع بيرقد تاني. وعنده مثل هنا بقول لك من فطر فتر، يعني زول الفطر بيفتر احسن يرقد. بعدها بيتغدى، وعنده هنا مثل بيقول لك من تغدى تمدى. بيجي وقت العشاء المثل المعروف من تعشى تمشى. لا، هو طوالي بيمشي بينوم وبيقول لك النوم خريف العين، النوم خريف العين. فالدبزهانة ما كان مشهور عنه العمل. تاني من أغواله إنه دائما كان بيقول لك الدين فوق الكتوف والأصل معروف. الدين فوق الكتوف والأصل معروف، يعني يتدين وتفشخر. الدين وتفشخر. وهنا الشيخ فرح والتكتوك كان بيرد له بمثل بيقول له شنو؟ من حل دينه نامد عينه، من حل دينه نامد عينه. والدبزهانة بقول كان كترة الهموم الدمدم ونوم. والدبزهانة بقول لك شنو؟ يتدين ويتبين. بيقول لك البس عجبك، البس عجب الناس وكل عجبك، يعني توكل الحاجة اللي بتعجبك لكن البس الحاجة اللي بتعجب الناس. ومن امثاله المحبطه للهمم برضه للعمل بيقول لك تجري جري الوحوش وغير رزقك ما بتحوش. والشيخ فرح والتكتوك بيرد بيقول له شنو؟ من كدى وجد، من كدى وجد. وكان الشيخ كان والدبزهانه بقول الساعه ولا الزراعه، يعني احسن لك تقوم الغيامه ولا تزرع. الشيخ فرح تكتوك هنا برد عليه بيقول شنو؟ واسفي على الجماله. دير الناس اللي بيزعوا الجمال. واسفي على الجماله، الدنيا عدوها جواله وخسروا الاخره بحاله. ده رد الشيخ فرح والتكتوك عليه. اغواله برضه من اغواله. والدبزهانه تاني بيقول لنا الله ما شق حنكا ضيعوا، الله ما شق حنكا ضيعوا. الشيخ فرح التكتوك بيرد عليه وبيقول له شنو؟ الاستراح راح، يعني اذا نمت حقك بيضيع. والشقى لقى، الزول اللي بيشقى بيلقى. وعنده مثل تاني قلنا بيقول لك من كدى وجد. ودي كلها اقوال والدبزهانة سالبة في مجتمعنا أثرت عليه. إن شاء الله تكونوا عرفتوا الأصل بتاعه جانا من وين. وشكرا لكم.